صباح الخير. انا اميره وده مطبخي. احنا النهارده يا حبايبي هنعمل الجمال والحلاوه دي. هنعمل صينيه قرع العسلي بالبشاميل. حاجه يعني يا جمال يا جمال. انا جبت القرعيه ديت، انا غسلتها كويس، قطعتها كده من النص. ده قلبها. بيبقى فيها اللي في قلبها ده. جبت معلقه وجربت خالص. نضفتها خالص من اللي في قلبها ده بالمعلقه كده، اشتلت كل اللي في قلبها، نضفتها خالص، كل اللي فيها ده اشتلته وطلعته كده منها زي ما حضراتكم شايفين كده. هي ما بتنضفش الا كده، اصل هو جامد، مش طري كده شكل الاناناس لا، جامد كده. قعدت نضفتها كده بالمعلقه، جربت كل اللي كان فيها ده بالمعلقه، وبعدين نقطعها بقى. انا نضفتها كده الاتنين اتنضفوا، هقطعها بقى كده كده. تقطيعها كان سهل بقى، هي مع ان هي جامده مش طريه، بس قطعتها كده. وبعدين هقشرها بقى، اشتري القشره اللي بره دي واعملها مكعبات. اعملها مكعبات كده بقى زي ما انتوا شايفين كده. جميله بصراحه، طريقتها كانت جميله وسهله، طعمها جميل كده. انا قطعت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. لكل كيلو إيه قرع، كل كيلو قرع بعد التخريط وبعد ما بقى مكعبات كده كوبايه سكر. لكل كيلو كوبايه سكر. يعني تخرطيها وتقطعيها مكعبات وتضيفي لكل كيلو بقى كوبايه سكر. انا عملت كده. وتسيبيها بقى لو انت مثلا مش مستعجله عليها، بيتها في التلاجة لتاني يوم. تنزل بقى ميتها الجميله دي ونعملها. لو انت عايزاها في نفس اليوم زي كده، انا ما صبرتش عليها لتاني يوم، بس هي بصراحه ساعه ما بتضيف عليها السكر ما بتستناش. انا يا دوب عم عملت الاكل كانت هي عملت جنبي. انا سبتها حوالي يجي ساعه او ساعه ونص بالكتير كده. انا سردت الميه هي جميله ازاي. الميه دي بقى يعني ايه، مش هنرميها طبعا. انا همسكها اصفيها، انزل الميه دي كلها منها. ناخد الميه دي، انا اسفه يا جماعه على الصوت المزعج ده، لو كنتوا سامعينه احسن حد جنبنا كده. صعب اوي بصراحه، معلش انا اسفه. كده انا حطيتها هي بقى على البوتاجاز. انا صفيتها وحطيت القرع على البوتاجاز. ودي هنبدأ بقى نعمل البشاميل. انا جبت 4 معالق سمنه، عايز تعملي بزبده ماشي، عايز تعملي بسمنه ماشي. انا جبت هعمل بسمنه. 4 معالق سمنه، 4 معالق دقيق، قلبتهم كويس بالمضرب اللي هو السلك. وبعدين قلبت بالمعلقه الخشب، عشان بصراحه ما عنديش مضرب سلك سيليكون، وخفت على الحل عشان هي اصلا هتتجرح، وهي اتجرحت اساسا. هضيف بقى كوبايتين 2 ميه من اللي احنا خدناهم، الميه الجميله دي. نقلب في الدقيق لغايه ما ريحته طلعت الجميله دي. وبعدين ضفت كوبايتين 2 ميه من اللي طلعت من القرع. كده مش هضيف سكر بقى، لان الميه دي مسكره اكيد من السكر اللي احنا حاطينه للقرع. كوبايتين 2 ميه، كوبايتين 2 لبن. وتفرجي بقى على شويه البشاميل دول، تصبهم في كاسات بس كده وتاكليهم بالمعلقه، وتدعيلي وتقولي يا سلام يا سلام، سيدي يا سيدي. حاجه يعني يا جمال يا جمال. طعم طعم البشاميل ده روعه روعه والله العظيم. يعني مش عايزه احلف لك هو طعمه عامل ايه لما تضيفي كوبايتين 2 من ميه القرع. يا جمال يا جمال. البشاميل كان مسك كده تقولي ده البشاميل كده خلاص باظ مني، لا ده مش هينفع، لا. تنيكي تقلبي وتضيفي عليه اللبن بقى، بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شفتي النتيجه بقى. انا اللي ده على البوتاجاز، انا اشتلت الحله كده قلبتها يعني ببعض، عشان اللي فوق يبقى تحت واللي تحت فوق، عشان كله يستوي. قلبت اهو كده داخل في السوا خالص اهو. بنزل يعني ايه اللي برضك اللي حاسه ان هي لسه، بنزلها تحت عشان تستوي، عشان انا مش ههرسه. وكده بدأ يستوي. انا عايزاه مش مهروس، انا عايزاها يعني قطع زي ما هي كده. انا بقلبه عشان اللي ايه اللي لسه نشكه فيها ان هي مش مستويه تنزل تحت تستوي. جميله اهوت كده ايه، كده استوى.
انا جبت الصينيه دي هعمله في البشاميل، بصراحه كان جميل قوي، سمكه جميل وطعمه ايه على طعمه. انا جبت الصينيه دي ضفت فيها شويه بشاميل، وبعدين حطيت القرع سويته كده زي ما حضراتكم شايفين. عايزين تخفوا شويه ما تحطوش تقيل زي ما انا عاملاه، انتوا حرين، دي حريه شخصيه بقى، كل واحد حر زي ما هو عايز يعمل يعني. انا بصفي يعني شويه قبل ما اجيبهم عشان مش عايزه في ميه برضك من اللي في الحله لسه. صفيته كده. عايزه تضيفي مكسرات، اي نوع مكسرات ضيفي. انا عندي بصراحه عيالي مش بيحبوا، انا ساعات بحط على المهلبيه او على اي حاجه، بس بيقوموا شايلينها لي من على الوش، واللي انا عارفه ان هو مش بيحب ببقى سايبه اطباق من غير، لكن ده مش هعرف احط على نص ونص لا. فما حطيتش خالص اي مكسرات. انت عندك جوز الهند، عندك زبيب، عندك لوز، عندك سوداني، اي مكسرات عايزه تضيفيها ضيفيها. انا ما ضفتش اي مكسره. كده حطيت الطبقه التانية بتاعت البشاميل، كده دخلت الفرن، وكده يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. طعم سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. بصراحه جربي الطريقه مش هتندمي. حاجه يا جمال يا جمال. سيدي يا سيدي. لأ بصراحة أنا مبقتش عارفة أبطل بالشوكة، مش هاكل تاني، بقيت اخد حاجة يعني يا جمال يا جمال. يلا سلام، نتقابل في فيديو جديد بإذن الله.